كما اتعودت يا حبيب اخوك، اخبار على السريع. طبعا موديست خارج النادي الاهلي، والنادي الاهلي اعلنها رسمي. طبعا موديست مش كواليتي مهاجم عالمي، الله اعلم كان بيلعب في بروسيا دورتموند ازاي. طبعا حاسس ان هو ميت جدك، جد موديست. الحمد لله يعني ان هو مش على الاهلي. طبعا هي مش افاده كبيره للكره المصريه ولا حاجه، ولا افاده كبيره للاهلي، بل هي خساره الفلوس اللي دفعت فيه بصراحه. يعني خد 3 بطولات 4 بطولات عالميين، فحلو عليه قوي. طبعا انا جاي النهارده اتكلم في احمد بالحاج. احمد بالحاج حبا اخوك. بالنسبه انا ليا كشخص، احمد بالحاج لعيب كواليتي حلو قوي، يعني مقارب لناصر ماهر، بس محتاج ان هو ثقه شويه، مع تطوير شويه كلام من ده. زائد ان هو اتظلم في الزمالك، وانا بقولها هو واحد زملكاوي اهو، انا بقول لك ان هو اتظلم في الزمالك احمد بالحاج. وفي اقاويل بتقول ان هو راجع الزمالك تاني. طبعا هو الاقاويل ديت على ما اعتقد كده، بس هو اتظلم في الزمالك حقيقة ربنا. طبعا احمد فتوح يكمل العلاج بتاعه وشارك في التدريبات النهارده تقريبا. احمد فتوح طبعا هيفيدنا جامد اول الفتره الجايه، واتمنى ربنا يبعد عننا الاصابات يعني. ربنا يبعد عننا الاصابات بقى. فزيزو النهارده طلع مع حلقه مع ابراهيم الفايق، وربنا يسترها يا رب الفيديو دوت ينزل قبل ما هو يتكلم. طبعا انا حابب اقول لك يا زيزو ان انت احسن لعيب في مصر، مفيش منك اتنين بصراحه. كواليتي عالمي، كواليتي اوروبي، مش كو مش كواليتي مصري بصراحه. هو كذا لاعب في الدوري المصري برضو، عشان ما ابقاش ظالم حد. وبس يا جدعان، دي كل الاخبار. اتمنى قبل ما اخلص الفيديو متنساش تدعمنا وتعمل لنا لايك وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد، وما تنساش تدعي اخواتنا في غزة وتصلي على النبي. يلا يا اخواتي، مع السلامة.